السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين. هبتدي فيديو النهارده بحاجه مرت او بتمر او هتمر علينا كلنا، الا وهي كوتش. انا محبط، انا حاسس ان كل العوامل الخارجيه بما فيهم الحياه ضدي، وواقف بحارب لوحدي ضد التيار. انا مش عارف ايه، انا عاوز اتغير بس مش عارف ابدا منين. عاوز اقول لك شكرا ان انت وصلت او عندك الاحساس ده. ليه؟ لان هو ده بداية الطريق اللي هيخرجك من مفترق الطرق ده. طيب بص يا بطل، واوعدك ان شاء الله بعد الفيديو ده هتكون حسيت بتغيير كبير قوي في حياتك. رقم واحد، انا عاوزك تمسك ورقة وقلم. ايوه زي ما بقول لك، امسك ورقه وقلم او طلع الموبايل بتاعك. لو انت قاعد معنتخ طلع الموبايل بتاعك وافتح النوتس واكتب 3 حاجات، 1 2 3. 3 حاجات دول هم اجابه على ال3 اسئله اللي هقولهم لك دول. رقم 1، انا عاوز اكون مين؟ رقم 2، انا عاوز اوصل لايه؟ رقم 3، اكتب الحاجة أو الحاجات اللي كل ما تفكر فيها نبضات قلبك بتزيد، بتحس بشغف، سواء رياضة، سواء بيزنس، سواء أي فكرة مجنونة بتيجي على بالك وبتحس إن أنت فعلا الشغف بيزيد. كتبت ال3 حاجات دي؟ طيب زي ما أنا قلت لك، أوعدك إن شاء الله بإذن الله في نهاية الفيديو ده أو بعد الفيديو ده فعلا هتحس بتغيير. لو أنت بتنفذ اللي أنا بقوله دلوقتي والله هتحس بتغيير. طيب كتبنا ال3 حاجات دول، دلوقتي في استراتيجية عاوزين نستخدمها في كتابة الهدف الكبير. الاستراتيجية دي اسمها SMART Goals، الأهداف الذكية. خلينا احنا في SMART Goal صغير على قدنا دلوقتي. SMART هي كلمة بالإنجليش معناها ذكي، صح؟ طيب SMART بتتكون من 5 حروف، كل حرف فيها بيشير لحاجة معينة. هنمسكهم حرف حرف. Let's break it down. أول حرف هو S specific. لازم الهدف بتاعك يكون محدد specific. ما ينفعش مثلا أكتب هدف أنا عاوز أطلع القمر، أو أكتب هدف أنا عاوز أكون غني. لا، اكتب هدف specific محدد. زي ما أنا قلت لك، في شغف معين، في فكرة في دماغك من زمان أنت نفسك تعملها، خليك واضح فيها. الحرف الثاني هو M وبيشير ل measurable، حاجة يمكن قياسها. يعني ما تقولش مثلا أنا عاوز أخس، لا، قول أنا عاوز أخس مثلا 5 كيلو في شهر. يبقى دي حاجة تقدر تقيسها. كل ما تفتكر إن أنت على طريق الخسسان هتروح على الميزان وهتشوف نتيجة تقدر تقيسها، تعرف إذا كنت أنت فعلا بتقل وزن ولا لسه على نفس الوزن. الحرف الثالث هو A وهو يشير إلى achievable، حاجة يمكن تحقيقها. ممكن تكون الفكرة كبيرة، أنا عاوز أكون غني ولكن ما نسيبهاش مفتوحة. أنا عاوز مثلا كمان سنة أكون عندي بيزنس كبير وأكون بدخل مثلا فلوس كتير. أوكي، دي حاجة achievable، قابلة للواقع أو العقل يقدر يتقبلها، لأن في أمثلة كتير نجحت وعملت حاجات achievable. لكن ما تفكرش مثلا في حاجة كبيرة مثلا وتقول أنا عاوز أكون ملياردير. لا، يعني هي المسافة مثلا بعيدة شوية، لكن قول أنا عاوز يبقى ليا دخل يخليني stable لفترة معينة، أو يمكنني إن أنا آخد الخطوة بتاعت مثلا المليونير. حاجة زي كده achievable، قابلة للتحقيق. الحرف اللي بعد كده R وهو يشير إلى relevant. لازم حاجة تكون متناسقة أو متوافقة مع الهدف الكبير. يعني ما تكتبش مثلا هدف لأن أنت حبه أو هو عجبك، لا، اكتب هدف بحيث أن هو يتناسق مع الصورة الكبيرة أو الهدف الكبير اللي أنت بتعمله. يعني الهدف ده هيخدمني بأي صورة، الهدف ده أنا هوصل بيه لإيه؟ هل الهدف ده هيوصلني فعلا في الاتجاه اللي أنا رايحه، ولا ده هدف ملوش علاقة، أو الهدف ده not relevant to the big goal، للهدف الكبير بتاعي؟ فلازم يكون متناسق أو يكون relevant. الحرف اللي بعد كده هو T وهو الحرف الأخير time frame. الهدف اللي بدون وقت محدد هو مجرد أمنية،
لازم تعمل تايم فريم لنفسك. يعني الهدف اللي هو الاتشيفبل، اللي هو سبيسيفيك، اللي هو ميجربل، كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده لازم يكون في تايم لاين او تايم فريم. يعني مثلا انا الهدف بتاعي ده في الواقع او عشان اقدر اطبقه هيحتاج مني 3 شهور. يا عم ادي لنفسك 4 شهور. كل يوم بص في الورقة اللي انت كتبتها او في النوت اللي انت كتبته وشوف انت بروجريست قد ايه ومتبقي قد ايه. ملخص الكلام ان انت لو فعلا ابتديت تستخدم استراتيجية السمارت جولز، انت فعلا هتبص هتلاقي نفسك ماشي على طريق مستقيم، مش زجزاج، مش شوية مثلا بتفكر النهاردة انا عاوز اكون لاعب كورة، بكرة انا عاوز افتح يوتيوب شانل، بعده لا انا عاوز اكون غني، اليوم اللي بعديه انا عاوز اكون في وظيفة حلوة، عندي عربية حلوة. لا، لازم يكون هدف واحد ويكون specific ويكون measurable ويكون achievable ويكون relevant ويكون ليه time frame. برضو من الحاجات المهمة اللي لازم نحطها في دماغنا أو نعتبرها وإحنا بنكتب الأهداف بتاعتنا هي ابتدي ولو بحاجة بسيطة. ما تستناش ان الظروف تساعدك ان انت تكون غني، ما تستناش ان الظروف تساعدك ان انت يكون عندك يوتيوب شانل، ما تستناش ان الظروف تساعدك ان انت تحقق الهدف بتاعك. لا، الظروف عمرها ما هتتوائم او عمرها ما هتكون كويسة بحيث ان لو الظروف كويسة كانت الناس كلها نجحت، صح؟ ما كناش احنا بنعمل الفيديوهات دي، ما كنتش بتشوف ناس فعلا بتكتب قصصها من زيرو لهيرو زي ما بيقولوا، من A to Z. لا، ما تستناش، خد خطوة وخلي الخطوة دي تكون بسيطة. هديك مثال بسيط. كان في واحد بيدردش مع كوتش وبيقول له يا كوتش أنا طلعت على المعاش وكان نفسي أحصل على شهادة معينة. Do you think it's too late؟ هل تعتقد إن هو متأخر؟ الوقت متأخر؟ الكوتش قال له، رد عليه رد جميل جدا، قال له الشهادة دي هتتطلب منك دراسة قد إيه وقت؟ قال له 2 سنين. قال له تخيل نفسك بعد 2 سنين، نسخة من نفسك بعد 2 سنين، نسخة وانت معاك الشهادة ونسخة من نفسك وانت مش معاك الشهادة، انهي نسخة فيهم هتحبها؟ قال له اكيد النسخة اللي معاها الشهادة. قال له خلاص it's not late go for it، يلا ذاكر وخد الشهادة. ده واحد على المعاش، تمام؟ وانت لسه شاب صغير، او معظم اللي بيتفرجوا ان شاء الله الابطال شباب صغير ولسه بتقول انا تايه ومش عارف اعمل ايه. لا، اتحرك يا بطل. زي ما قلت، ورقة وقلم، اكتب ال3 نقط اللي انا قلت عليهم واكتب هدف كبير، والهدف ده اكتبه باستراتيجية السمارت جول. طيب بعد ما كتبنا السمارت جول بتاعنا، ايه الخطوات اللي انا ابتدي بيها؟ طبعا زي ما قلنا في اول الفيديو ان الحياة صعبة، انا حاسس ان الحياة واقفة قصادي، مش عارف ابتدي منين. بس دلوقتي انت كبطل كتبت فعلا الهدف، صح؟ بقى في هدف واضح قدامك. طب اعمل ايه؟ ما تستناش الظروف تتغير، لا ابتدي ولو بخطوة بسيطة تجاه الفكرة او تجاه الهدف بتاعك. زي مثلا انا عاوز اخس، خلاص انا عاوز اخس، يبقى انا المفروض مش هفطر من بكرة. طيب اعمل ايه؟ اشرب كوباية مية. خطوة بسيطة جدا، اشرب كوباية مية واجي على نفسي في الجوع شوية. ده حاجة achievable، صح؟ measurable، مودياك للهدف بتاعك. الخطوة رقم 2 قانون 1%. في كتاب اسمه Atomic Habits. الكتاب ده بيقولك ان انت لو حسنت من نفسك بمقدار 1% كل يوم، في نهاية السنة هتبقى حسنت من نفسك 37 مرة. 1%. كوباية المية دي ممكن تكون كمان 2%. 1% يا بطل. ابتدي شوف انت عاوز توصل لهدف ايه واعمل ولو خطوة بسيطة، والله صدقني هتوصل ان شاء الله. خطوة رقم 3، رتب الاولويات. ما تبقاش عشوائي في البروجريس او في الخطوات اللي انت هتعملها. لا، شوف الخطوات اللي مودياك للهدف بتاعك وشوف ايه اهم الخطوات ورتبهم. دي الخطوة رقم 1، دي الخطوة رقم 2، لا الخطوة رقم 3 ممكن تتأجل شوية، ممكن تيجي بعدين. يعني حاول نظم خطواتك بحيث ان انت تكون رسمت لنفسك جدول او سكيدجول ان انت تبتدي فعلا تتحرك باتجاه الهدف بتاعك. الخطوة رقم 4، اطلب مساعدة. لو انت شايف ان فعلا في مسؤوليات كتير
ما تخجلش ان انت تطلب مساعده، ان حد يشيل معاك مثلا المسؤوليات شويه. طبعا احنا مش هنخش في تفاصيل ايه ممكن تكون المسؤوليات دي، مسؤوليات عائليه، مشاكل في الشغل، لكن حاول خد بالك طلب المشاركه هو ليس ضعف، ولكن هو وعي وذكاء. تاني، هو وعي وذكاء، فاطلب المساعده ما تخجلش. الخطوه اللي بعد كده وهي نصيحه، اوعى تسيب حلمك يدفن تحت ما يسمى المسؤوليات، الضغوط، الحياة. لا، اوعى تسيب حلمك يدفن. بص يا بطل، انت مسؤول ولكن انت برضو تستحق ان انت تعيش حياة تجري فيها ورا شغفك، ورا اللي انت بتحبه. والله 15 دقيقة في اليوم، 10 دقايق ممكن يغيروا حياتك. لازم يكون في استمرارية في البحث وتحقيق الهدف. ما ينفعش يوم تقول انا النهارده اشتغلت على نفسي ساعه عشان احقق الهدف، وبكره تقول انا هاخد راحه مثلا. لا، انت اشتغلت ساعه النهارده، بكره الراحه بتاعتك تكون نص ساعه، لكن لازم يكون في استمراريه. الرساله اللي عاوز اوصلها، الحياه مش هتروق عشان خاطر انت تحقق الهدف بتاعك. لا، انت لازم تحقق الهدف بتاعك وسط الزحمه دي. وخد بالك انت مش لوحدك، في ناس كتير وفي ناس وصلت. دلوقتي السؤال المهم اللي ممكن انت تسأله، اوكي يا كوتش، يعني دلوقتي انت عمال تدينا نصايح حلوة وجميلة وبتتكلم بأسلوب رائع. طيب هل فعلا في حد طبق الحاجات دي او الاستراتيجية دي ونجح؟ سؤال جميل جدا، والله كتير، وهديك أمثلة. المثال الحي الأول معانا هو جيم رون. جيم رون، بعد ما تخلص الفيديو ده دور عليه. الراجل ده كان شغال عامل بسيط، ويومه بيعدي عليه زي ما هو، ملل، لحد ما جه في مرة وقال أنا هدني كده لحد إمتى، ومسك ورقة وقلم وابتدى يكتب أهدافه. النهاردة جيم رون هو واحد من أكبر المحاضرين في علم تنمية الذات والتحفيز. خد المثال التاني، واحد اسمه كريس كارنر من فيلم The Pursuit of Happiness. الراجل ده كان بينام في الشارع هو وابنه. جه في يوم كتب أهدافه، كل يوم اشتغل خطوة خطوة لحد ما وصل بقى واحد مليونير ورجل أعمال معروف. طيب دلوقتي هتقولي ماشي، دي ناس أجانب، دولهم بتساعدهم، حكوماتهم بتساعدهم. أكيد طبعا لا، أنا جايب لك 2 ناموا في الشارع حرفيا، وهم اللي مسكوا ورقة وقلم وكتبوا أهدافهم. يا عم مش عاجبينك؟ هقول لك. معانا واحدة مصرية اسمها إيمان العمودي أو العمودي. دي بنت مصرية كتبت أهدافها وابتدت تحقق فيها. دلوقتي إيمان بقت مدربة تنمية بشرية وبتساعد آلاف الناس يكتشفوا ذاتهم. 3 أمثلة اهو يا بطل. يعني والله ممكن تحقيق الأهداف. ما تيأس، ما تتعبش. أي نعم أنت واقف قدام مفترق طرق، ولكن اختيار طريق النجاح سهل، لأنه بيبتدي بقرار، والقرار بتاعك ممكن يكون دلوقتي، ممكن يكون النهاردة. توكل على الله، وإن شاء الله بإذن الله هنوصل ونكبر الكوميونيتي بتاعنا، ألا وهو الشامبيونز بالعربي. بعد ما قلت إن أنت ممكن تبتدي النهاردة، اوعى تسأل نفسك السؤال ده تاني، هبتدي إمتى؟ ابتدي دلوقتي. هات ورقة وقلم واكتب كل اللي احنا قلناه. يا بطل، أنت تستحق إن أنت تعيش النسخة اللي أنت عايزها في الحياة دي إن شاء الله. أول خطوة دايما بتكون هي الصعبة أو الأصعب، ولكن اللي بعد كده إن شاء الله بإذن الله هيكون سهل. أوكي يا أبطال، عشان يكون فيديو في اللذيذ كده سريع تحفيزي، توكل على الله وابتدي من النهاردة، وأقول لكم سلام عليكم، وأشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. مع السلامة.